الدفاع الثاني رفقة حمزة أحمد. كرة مغربية الآن، لا زالت الكرة مغربية ولا تسديد. الله عليك الله عليك الله عليك وعلى قدميك، الله عليك، موهوب بالفطرة. الثاني يعني بخارج القدم رائع. نشاهد اللعبة، نشاهد الإثارة، نشاهد هذه الكرة بخارج القدم في الزاوية البعيدة. والثاني الأهداف للأسود للموهوب. هذه اللعبة رائعة، يستغل سوء التواصل التفاهم ما بين لاعبي المنتخب المصري وموهوب في الشباك يا موهوب في القائمة الثاني بهذه الأناقة نقية اليوم بملعب البشير بن محمدي. كرة مغربية للثالث الآن، المنتخب المغربي الآن للثالث. حذاري من الأخطاء. هدف ثالث يضرب بالثالث. بوم 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 بوم. وزان يضع تألق الآن في الشباك بعدما تألق في الدفاعي للمنتخب المصري. الآن هدف ثاني أو ثالث للوزان والثالث للمنتخب المغربي. ماذا يحدث للمنتخب المصري؟ ينهار امام هذا المد الهجومي المغربي. نشاهد اللقطة لثالث مرة، هتجيبها من الشبكة يا عمرو عادل. يا سعيد ركز عاليا. حمد الآن، محمد في تنفيذ هذه الكرة المباشرة. الكرة مصرية الآن بين هناك الدفاعات. هذا تألق كرة من محمد تلعب في القائمة الأول. الله عليك هذا التصدي رائع، وهذه التسديدة كانت أروع. رشدي أنس، شاهد رشدي بينما التألق. هذا ياسين البداوي يقول ليس اليوم المفضل للزيارة. شباك المغرب مشغولة حاليا. عودة الاتصال مرة أخرى. هذا ما يقوله ياسين البدوي لرشدي أنس. إلياس بالمختار على مستوى الجهة اليمنى رائع. باع يطلب الكرة، يحصل على الكرة. الله عليك، هذا رابع الأهداف. يلا يا باع بوم جول. ألم أقل لكم هذا باع ذاك الشبل من ذاك الأسد أيضا. هذا زياد باع لاعب بيتيس الإسباني، لاعب ألم أقل لكم هذا باع ذاك الشبل من ذاك الأسد أيضا. هذا زياد باع لاعب بيتيس الإسباني، لاعب المنتخب الوطني تحت السن 17. المرور بهذا الروعة. هذا باع. نشاهد اللقطة، نشاهد الكنترول الرائع هنا المرور. الله عليك، باي أراك لاحقا بعد المباراة. يقول باع للاعب المنتخب المصري أشرف نور. نشاهد يرمي باللاعب خارج أرضية الملعب. باي. وبعد ذلك بلال من ضربة جزاء يسجل أولى أهداف المنتخب المصري. أخيرا يسجل المنتخب المصري. لا زالت الخطورة ليكون الخامس. جول للمنتخب المغربي، وخامس أهداف المنتخب المغربي. كثيرة نوعا ما على المنتخب المصري. هذه النتيجة كثيرة. منتخب مصري يعني قوي في النسخ الماضية، الآن أمام المنتخب المغربي لم يقدر على المجاراة. نشاهد اللقطة بدخول الخلفيوي. هذه التمرير الروعة كانت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. لما بنتكلم في موضوع ونفتحه بندي جهاز إنذار، وده شعارنا، بننور كشاف. لما اتكلمنا على منتخب 2008 وقلنا المسننين وقلنا الاسوره وقلنا المواضيع وقلنا القصه، بنبقى شايفين حاجه، بنقول دايما خلي بالك حاسب. اما الناس قعدت وحصلت دربكه، منتخب 2008 دفع الثمن امام منتخب المغرب النهارده في اول مباراه في الدوره المجمعه 5-1. 5-1 توريك حاجات كتيره جدا. 5-1 تخليك تبص على
إدارة الكرة المصرية وإدارة الكرة المغربية. 5-1 توجه لنا إنذار شديد اللهجة لأمور كتير جدا جدا جدا. نتيجة الحقيقة صعبة جدا على منتخبنا، نتيجة محبطة بشكل كبير جدا جدا لناشئينا في أول مباراة رسمية. منتخب المغرب النهاردة بيصول ويجول، من بعد تعاود ترجع الجول. الناس تلعب بالذكاء كما يقولوا افيك انتيليجونس. لي جوار تكنيكمون اي سون اكسيلون من الجول وطلع كاع يلعبوا كرة القدم. و جو بونس كو ممكن سنوات والمونديال الجاي الفا فير تري مال. ما نقولكش تديها غير ربي اللي عالم، ولكن